دي نظرة وش السجل المدني وتلاقيها كده ايه بيدانتك. مالها متحزلقة. شفت ازاي؟ في لحظة حست إن رجليها ابتدت تترفع من على الأرض. فأمل دي البنت يعني أمل وبشنب. قالت لي يلا بينا. رحت أنا إيه زي الكتكوت كده، رحت لافف وماشي. فقلت له طب انا اعمل ايه؟ قال لي اطلع بره بقى وفي كشك تحت ممكن تجيب منه شويه لبان. انت بتستعبط. مش افندي. أستاذ سمسم، أهلا أهلا أهلا. انا مفتقد انت كنت بتعمل لي استاذ سمسم، وحشتني الله، ما بصراحة. كانت مش عاجباك يا عم ومش متعود عليها لا، ما انا وبتاع. زي الفرنساويين، يعني انا هشتكي من حاجه بس انا انت عايزها. شكاي بس. آه. اوعدك المرة الجاية. ايه اللي عندك النهارده بقى؟ النهارده بقى جه على بالي موضوع لطيف قوي، نتكلم على موضوع تعاملاتنا مع السجلات المدنية في الدول المختلفة. في طبعا. تشابه، ما فيش تشابه، كله في الهجايص زي بعضه. ده موضوع خطير. انا من زمان، من ايام مدام عفاف السجل المدني في العباسيه، وانا بحب السجل المدني، كنت كل ما اروح يقولوا لي لا اطلع لاستاذ ناديه، فاستاذه ناديه تقول لي روح لمدام عفاف. شقطوك لبعض عادي. وانا مش فاهم يعني، هل ده رانك؟ هل الاستاذه دي اعلى من ومين المدام؟ بيعمل ايه؟ ومين بيعمل ايه؟ لا، هتلاقي الأستاذة دي عانس أو مش متزوجة، اه. ومدام دي مدام. اه، ما هي تقلق من الاستاذه بقى. تقلق من الأستاذة لأن الأستاذة بتبقى أجريسيف. وتلاقيها كده ايه بيدانتك. مالها متحزلقة. شفت ازاي؟ طب انا الطف حاجه حصلت لي في السجل المدني بتاع مصر الجديده، واقف اه طابور وقدامي ست مع بنتها، فالست جايه للسجل المدني وجايبه جواب، فجاء دورها مديه الورقه للشخص اللي شغال في السجل المدني. موظف حضرتك؟ ايوه مش هو عارف ده. كلمة موظف. أيوه هو ده موظف يا حبيبي، اتفضل. ايوه، بص على الجواب وقال لها ما حضرتك ده استدعاء بتاع جيش، يعني انت جايبه لي ليه؟ منطقي. فقالت له ايوه بس الكلام ده ما ينفعش. قال لها يعني ايه ما ينفعش؟ ده جيش فيه ابنك المفروض دلوقتي. قالت له ايوه مين ابني؟ قال لها امل مش عارف مختار حمقى. فامل دي البنت أصلا أمل أصل. دي بنت مش ولد، والمنطقي إن أمل تميل أكتر لأنها باسم بنت. يعني في أمل دنقل، بس يعني ده واحد اسمه واحد في حياتنا كلنا سمعناه إنه راجل واسمه أمل. ده اشتغل أمل في دنقل. السجل المدني ده في العباسية، يمكن في يا المجلس. عم ده شاعر ولا كاتب ما انا جامد جدا. عارف. أمل دنقل أهو يا عم، راجل بشنبات أهو زي الفل. يعني اه. أمل وبشنب. ما هو تلاقيه ربى شنبه عشان اسمه امل. عشان الاسم ده عشان هتلاقيه عقدة. فحرام البنت اسمها أمل وهي جاية لها استدعاء للجيش. اه طب وبعدين الراجل عمل ايه بقى لما فهم ان هي دي بنت؟ الراجل عتل. طبعا. طب انت اقعدي على جنب شويه بقى، انك انت موضوعك لان ده موضوع اكبر منه، موضوعك هو مش عارف هيطول. يعمل فيه ايه. هي ايوه. جايبه الاثبات اهو. ايوه. امل اهو. شخص اهي. ببطاقتها. انثى. انثى في البطاقة، انثى، فمش هينفع تروح تعبئة جيش للأسف. طب اسمع بقى الحكاية اللطيفة دي. في الشهر العقاري مش في السجل المدني، قبل ما نسافر أمريكا رايح أنا ومراتي نعمل توكيلات وأوراق وحاجات كده، فلازم نروح نعملها في الشهر العقاري اللي في المحكمة بتاع مصر الجديدة. فروحنا، دخلت أنا ومراتي قدمنا الورق. طيب انتظروا شوية. بعدها بساعة زمن كده قال لك معلش حضرات احنا اسفين السيستم واقع، سيستم داون. داون. اللي عايز يستنى يستنى، اللي عايز يروح ويجي بكره، لان احنا مش عارفين هياخد نص ساعه ولا هياخد يوم. ماشي. فبصينا لبعض كده وقلنا نستنى شويه، ما احنا فاضيين، ما احنا قاطعين بقى اليوم النهارده للنشاط بتاع الشهر العقاري. قعدنا ساعتين، رحنا جبنا حاجه ناكلها ونشربها ومش عارف ايه، قضينا يعني ايه فتره من حياتنا كده، ورجعنا تاني قبل ما يقفلوا كده بساعه. فراحوا قايلين لك طيب يا حضرات السيستم رجع شغال، احنا بس عايزين الناس اللي قدمت ورقها الاول هي اللي تخش، وبعدين اللي معاه الورق يخش تاني عشان يخش بعديهم. فالناس كلها راحت قايمه جري على الشهر العقاري كأن في حرب يعني قامت. ومراتي المفروض واحده منهم، ومراتي عشان الناس تفهم بس، هي مراتي دي صغيره كده وقصيره. هي بقى ايه، اتحشرت. انا بره، ما كنتش معاها، انا مستنيها هي داخله لوحدها عشان ما نعملش زحمه، عشان بنحاول نبقى متحضرين. فهي داخله بقى في وسط الحرب دي، وهي بتقول لي ان هي في لحظه حست ان رجليها ابتدت تترفع من على الارض.
هي ما بقتش ماشية. أنا كل اللي عرفته واتأكدت إن دي مراتي لمّا في وسط التراب بقى والهيصة دي، سمعت صوت بيصرّخ بعلو حسّه: "إيه الجنان ده؟ أنتم مجانين!" لقيت الشهر العقاري كله هُس، والناس وسّعت كده شوية. أنا داخل جري بقى لإن أنا عرفت إن دي مراتي، أنا عرفت من الصوت إن ده مراتي، فأنا رايح بقى أشوف أنا هاتخانق والّا هاعمل إيه والّا هانقذها والّا إيه المصيبة اللي حاصلة. دخلت لقيت الصالة اللي فيها ال5، 6 مكاتب دي، الناس موسّعة كده وعاملة دايرة وهي واقفة لوحدها في النُص، البتاعة الصغيرة، البت الصغيرة السفيفة القصيرة دي واقفة، لإن هي مبرقة لهم أنثى وكلّهم اتخضوا ورجعوا المشمش. لورا. ورجعت لورا والناس كلّها رجعت لورا، وراحت هي رايحة للست قالت لها: "بعد إذن حضرتك الورق اللي باسم فلانة الفلانية موجود؟ خلص؟" فبصّت الست كده قالت لها: "آه." ثانية واحدة وراحت مخلّصة كل حاجة وقالت لها: "اتفضلي." راحت ناتشة الورق منها قالت لي: "يالّا بينا." رُحت أنا إيه، زي الكتكوت كده رُحت لافف وماشي وراها عادي خالص، ما أنت ما تعملش فيها 7 رجالة في اللحظة دي خالص. بُص هاقول لك حاجة، القصة بتاعتك دي أولًا أنا متخيّلها تمامًا، أنا حصلت لي بالضبط في السجل المدني بتاع مصر الجديدة، يا راجل! رايح باخلّص ورق بتاعي، مش فاكر ورق إيه، واقف في طابور، المهم يا سيدي الفاضل واقف في الطابور، فهو طوابير كتيرة وهو ما بين كل شباك وشباك في ربع متر، 30 سنتي. فأنت يعني إيه الطابور اللي جنبك ده أنت كده إيه محسِّس في كتفك كتف في كتف آه. هي في حميمية كده في مصر. جه لدوري قال لي: "لأ، ده أنا بتاع دمغ بس." ده بيبيع دمغ بس. آه، يا لهوي! بعد ما وقفت الطابور ده بعد ما كله. وقفت الطابور كُلّه. طَب أنا أعمل إيه؟ قال لي: "أنت الطابور اللي جنبي." اللي هو يعني ما هو أنت كتف في كتف، فهو كتفه في كتف الموظفة اللي إمم، فقال لي: إمم. "أنت تُقف في الطابور." قُلت له: "طَب ما أنا يعني ما أنا واقف في الطابور." "طَب أنا" "لأ يا أستاذ، في نظام يا في هندسة. نظام مش" فرُحت رايح واقف في طابور في تاني الطابور التاني. زي الراجل المحترم كده. واستنيت دوري لغاية ما وصلت للموظفة اللي هي جنب الموظف الشاب اللطيف أيوه، ده مش عارف إيه. أيوه. طيب فين الورق مش عارف إيه بتاع ما أعرفش إيه طب أنت جبت الدبغة لا يا راجل! اللي هو من الشباك الأولاني هنا. آه. أيوه، أيوه. لا ما جبتش الدبغة أنت فسّحوك في الأوضة دي. قال لا طب أنت روح بقى في الطابور بتاع الدمغة قلت يعني هي لها مش هتاخد منّه هي مش دمغة هتاخد برضه. الدمغة قلت لها طب إمم. أنا والله والله يا فندم أنا كنت لسه واقف في الطابور بتاع الدمغة ده ممكن أهو يعني مش عارف إيه لا فرُحت راجع تاني للطابور الأولاني اللي هو على طول أنت بتروح تك، تك أنت عمّال تلِف وهو يا شايف طبعًا نهار لإن أسود! هو ما طبعًا. الموضوع هم قاعدين على حِجر بعض أساسًا. وأنت اللي قدّامك عارف إيه مشكلتك واللي وراك حاسس بيك، أيوه. الموضوع فرُحت رايح واقف في الطابور بتاع الدمغة تاني، لغاية ما جه دوري، الدمغة ب3 جنيه و5 قروش، طب خُد يا سيدي 5 جنيه، معييش فَك. معيش فَكّة. طبعًا. طب خلاص يا سيدي خُد ال5 جنيه، أنا مش عايز الباقي، آه، آه، آه. ما ينفعش. قُلت له: "طب خُد 3 جنيه وخلّي الحكومة تدفع لي ال5 قروش من عندها." أنت بتهزر شكلك. فقُلت له: "طب أنا أعمل إيه؟" قال لي: "اطلع برّه بقى وفي كشك تحت ممكن تجيب منه شوية لبان، فُك منّه. فأنت لو اشتريت لبان هيدّي لك بقى القروش كتير، ارجع لي تاني." فالجنونة طلعت بقى فأنا طبعًا. مش قُلت له: "لأ، أنا المكان ده مش هاتحرّك منه." فالراجل اللي ورايا راح عايز يخلص. عايز يخلص، إمم. فراح مدّيني 3 جنيه وادّاني الرقم مقفول هو 3 أيوه. جنيه و5 قروش وقال لي: "اتفضل." عنده خبرة ده man هو جاي متجهّز عارف إنه آه، في دمغة وفي فلوس هيدفعها وعارف كام. أيوه عيب عليك أنت ساذج رايح أنا كده ساذج فاكر نَفْسك رايح حاجة picnic رايح رحلة. كمّل. فبادّيها للموظف قال لي: "لأ، ما ينفعش." قُلت له: "لأ بقى، لا، إيه لا، هو اللي لا، ما لا، ما ينفعش؟ ينفعش إيه، أنت بتستعبط." ساعتها أدركت إن هُم الناس دي في منّهم بيصحوا الصبح يصلّوا ركعتين ويدعوا لربنا إزاي هيطلّعوا دين المواطن. أيوه بالضبط كده. يعني يا رب قدّرني إن يا أنا رب أطلّع دين قدّرني إن أنا أقدر أفشخ الناس على قد ما أقدر. أيوه.
يعني إيه ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ما أنت جبت لأ، ما له خدها، المبلغ على خدها، دار يعني المليم هو ما عجبوش إن أنا إيه، حلّيت الموضوع إن وهتشغّله، الموضوع اتحل. وهو كان ابتدى عجبه موضوع إن أنا وقفت في الطابور عنده، وبعد كده راح باعتني الطابور التاني، وبعد كده وأنا كنت أصلًا لمّا وقفت الطابور عنده ما أنا اديته الورق، فهو كان أيوه، ممكن ساعتها يقول لي أنا الدمغة روح الطابور التاني بس ما تشتري الدمغة دلوقتي، لو هو واحد أيوه، أنت عايز هتحتاج دمغة أنت هتحتاج دمغة للورق ده. أهو، وأنا already لأ، هو وقفت في ما لوش الطابور، فيه. إنما لأ، الراجل اللي ورايا خد ال5 جنيه. الراجل اللي وراك خد ال5 جنيه منّك. أيوه. أيوه، مصلحة جنيه وجنيه 95 قرش أصل دول أصل أصل ينفعوا. أنت بتقول لي إن هو الراجل ده مذاكر، هو الراجل ده مذاكر أي جدًا. أيوه، ده هو هو ده عارف بيعمل إيه. ده هو ده هو ده عارف بيعمل إيه. ده هو بياخد فَكّة كتير وبيروح بيقضّي اليوم في أيوه، بيقضّي اليوم في الشهر العقاري أو السجل المدني حسب ما تطلب عايز معاه. 3 جنيه وشِلِن، طب خُد 5 أيوه. وصبّح صبّح يا مشمش صبّح، خالتي. صبّح يا أستاذ سمسم.